عم حاول أجمع هالقطعة. إذا زبطت وهيك بيكون خلص. شوفوا هالتصميم العبقري، هالتحفة الفنية. قبل ما أجربه شو بتتوقعوا بيعمل هالاختراع الخطير؟ بصراحة حتى أنا لسه ما عارف شو بيعمل بالضبط. بس هيو صديقنا شرارة موجود، خلينا نجربه عليه ونشوف. شرارة فيك شي؟ حاسس بشي غريب؟ شي تغيير؟ عطسة؟ زغطة؟ غريبة، ما صار لشرارة شي، معناها لازم جربه على حالي، هيك بتتأكد شو بيعمل هالاختراع بالضبط. بسم الله. ما بشعر بشي. صوتي شو صار لصوتي؟ يا ويلي تحولت لفتاة. الحمد لله رجع صوتي، وهيك بيكون عرفت شو بيعمل هالعبقري، بيحول صوت الواحد لصوت بنت، تأثيره بضل هيك شي 10 دقائق تقريبا. يا ترى كيف ممكن نستفيد من هالمعلومة؟ جهزنا كل شي يا جماعة، الوجهة التالية الله أعلم، بس الأكيد رح تكون مغامرة جديدة ومجنونة، خليكم متابعين. يلا يا شرارة لننطلق. يا الله شو هالمنظر الحلو، طبيعة بتجنن، الواحد بيرتاح هيك مكان. خليني اشوف وين نحن بالضبط بهالمنظر الحلو. شو؟ روما سنة 80 ميلادي. الآلة خربطت كتير هالمرة. شوفوا الجمال، ريحة القمح والهواء العليل، وكأني بفيلم تاريخي. إذا هاد مو أحلى مكان شفته بحياتي ما بعرف شو هو. يا إلهي شوفوا هالأسوار الضخمة، هي أكيد مدينة مهمة كتير، لازم ندخل ونشوف شو القصة جوا. بيقولوا كل الطرق بتودي على روما، أنا ماشي من الصبح ولسه ما وصلتها، يمكن كنت ماشي على الطريق اللي بتودي على حمص. يا جماعة هاللبس، هذا اللبس بشوفه بالأفلام التاريخية، التوغا والتيونيك. معقول وصلنا على روما القديمة. يا جماعة هالناس لبسهم غريب شوي، والأشياء اللي عم يبيعوها أول مرة بشوفها، بس والزحمة والجو العام كشخة. يا سلام على السوق، روما كلها عم تشم ريحة الخبز الطازة، إذا ما اشتريت بخاف الخبز يزعل مني. يا جماعة شكله فاتنا على محل أواعي قديم كتير، شوفوا هاللفافات القماش، أكيد هاد ستايل اللبس. تعرفوا إذا لبست هالطوجة الحمراء راح يفكروني إمبراطور، أو على الأقل صاحب محل ألبسة VIP. بيقولوا السيف سلاح الفرسان، بس أنا شايفه أحلى كديكور فوق المدفئة. يا سلام شوفوا هالدروع كلها معدن وشغل ايد، هي للحمايه مو للعب، كل قطعه شكلها بدها شهرين شغل، عباقره بالحداده كمان. يا لطيف شوفوا كيف عم يتقاتلوا بالسيوف، حركاتهم سريعه وقويه كتير. هدول شو شغلهم؟ شكلهم خطر. يا ويلي هدول عم يتدربوا وكأنهم بالحرب الحقيقيه، لو كنت انا معهم كان اول ضربه برمي الكاميرا وبروح بيع ذره. لك هاد ليش عم يطلع فيني هيك؟ حاسس انه نعجب بعبقريتي اللي مينه من شكلي. ما بعرف لوين اخذيني هالشقاية. يمكن بدهن مني صلح لهم ماكينة الخياطة. من نظراته لي عرفت انه ناوي شر. الحين يريدون مني اصير مصارع، فكرين المصارع عن جدي والمني. يا لطيف، هون تشكيلة بشرية ما بتشوفها إلا بمهرجان، ناقص بس يوزعوا عصير هاد يا جماعة إذا ضربني كف رح أفيق بالقرن العشرين. يا لطيف، هاد إذا زعل بيهدم السجن فوق روسنا. يا إلهي أنا بقلب حلبة المصارعة، شو بدي أعمل هلأ؟ رح يقتلوني، لازم لاقي طريقة لأهرب. يا ويلي شوفوا هالوحش اللي وراي عم يستعرض عضلاته قبل ما يبلش فيني، شكلي رحت فيها. يا ويلي إذا لحقوني بكتب وصيتي على رمل الحلبة. يا ستار إذا هاد حارس البوابة أنا برجع على المصارعين أرحم. شوفوا يا جماعة هيك صرت جاهز، بس إذا شفت أول ضربة رح أختفي أسرع من ضلي. يا ويلي إذا ضربني بيحولني سلطة فواكه. شوفوا مين إجا. شرارة صديقي جيت عشان تساعدني. شوفوا يا جماعة كم واحد هرب مفكر شرار التنين.
والله ما بيعرفوا شو اللي مستنيهم. خلصنا مغامرة اليوم. الظاهر الجماعة هون ما عجبهم جو التنانين المفاجئ. يلا يا شرارة، حان وقت الرجعة للمختبر قبل ما نفكر بمغامرة تانية.